توحشتوني. انا ثان توحشتكم وبزاف. عبدو وش بيك غبت فجأة هكذا بعد ما كنت كل يوم تحط زوج فيديوهات ولي ستوري وكلش؟ وعليه حبست بعد ما طلعت وصلت بزاف مشاهدات ومتابعات وتفاعل وكلش؟ جوستومو كي وصلت بزاف متابعات ومشاهدات وتفاعل وشهرة أكثر من 200 مليون مشاهدة كي خدمت سيريو ومديت وقت واهتمام للمحتوى مؤخرا، تكلكيت مع راسي وقررت أنه يكون 60% تغيير في المحتوى فيما يرضي الله عز وجل. ما في الأفلام وفي المسرح راح يكون نوع هادف ونوع ديني، ونكملوا في الفكاهة ولكن بالتزام. راح يكونوا فيديوهاتي بدون الفلتر، أدوار الأم والتشبه بالنساء خلاص. إذا كانوا راح يكون صوت فقط وماشي صوتي، نافيكو كاش عجوزة ولا كش ما وحدة دير غير الصوت. وممكن جدا نيفيتو كاع دور الأم هذا ودور المرأة وكذا، دور الأب يكفي. دور الاب راه حاكم بلاصتو بالبيع. الغناء راح يكونوا فيديوهاتي بدون غناء، هذيك تيري ميري ومن هنا والهنوده خلاص. راح ممكن تكون موسيقى خلفيه وتكون شغل غناء، ما نقولكش مباح، شغل ما يكونش فيه شبهات، تكون شغل حاجه سمبولي. ماغري الموسيقى هذيك وتيري ميري وكلش هما شغل عاونوا في تصعيد المشاهدات، ولكن راح نيفيتوهم. راح تكون موسيقى خلفيه في الكوميديا، وفي المحتوى الديني ان شاء الله راح تكون اهات اسلاميه، حاجه مليحه ان شاء الله. راني وجدت لكم فيديوهات دينيه بطريقه خاصه، طريقه نتاعي فقط. كما تعرفوني نحب التميز ونحب شغل حاجه تكون نتاعي انا. راح يعجبكم باذن الله المحتوى الديني هذا، باسكو خدمته بطريقه تخليك تكمل الفيديو للاخر وتسمع شغل طريقه تمثيليه وممتو باش انا ما نفرجش في التمثيل باسكو نحب التمثيل. مجال المسرح والسينما والتلفزيون خلاص الاحتكاك بالنساء، يسمى اللي عنده بروجي راح يعطي لي فيه الدور فيه احتكاك بالنساء، ما كان لا تبعث لي. التمثيل تاع الاحتكاك بالنساء اثر عليا بزاف، انا خاطيني الحمد لله. صعيبه شويه شغل تشوف روحك شاد على جمره وانت خاطيك، يسمى من الاخر نيفيتيه. نقدر نمثل عادي، مي باش نلمس فتاه خلاص. السؤال المطروح، علاش فجأة خرجت لكم هذا الخرجة؟ حسنة جارية خير من سيئة جارية. أغلبية فيديوهاتي فيهم سيئات جارية، إن شاء الله ربي يغفر لي. والبروبلام مازال باش نقدر نفاصيها بعد عمل متعب جدا. بزاف ناس حكموا عليا من خلف الشاشة وشافوني بنظرة عيانة، لكن في الحقيقة غلطوا. الحمد لله أنا فنان ممثل مسرحي متميز خلوق متربي، صلواتي كما في المسجد، وليد عائله ملتزمه، لقبي عبد المؤمن، سقسوا على اللقب هذا تعرفوه مليح كامل ما شاء الله تبارك الله. ما تحكموش عليا من الفيديوهات والضحك، انا ممثل. في اللحظه هذيك نضحك من هنا، نتقمص بزاف ادوار، عندي اكثر من 100 شخصيه نقدر نتقمصها. مع نخرج من التورناج نرجع لشخصيتي الحقيقيه. كي عدت نتقمص بزاف ادوار على هذه ما قدرتوش تعرفوا شخصيتي اسكو هذاك هو انا ولا مانيش. لا، انا ديجا في الحقيقه انسان نحشم بزاف، نحشم كراف. ولكن كي ندخل، مجرد ما ندخل التمثيل ولا نطلع فوق لاسين خلاص. نتوما هكذا وكنت تلاقى بكم في الواقع تلقوني نحشم، بصح كي نفوت ندخل التمثيل تاعي خلاص سيب. دوك هكذا في اللحظه هذا راني بشخصيتي نحشم. بدلها لكم زعما. صباح الخير. واش راكم؟ صافا شويه؟ الحمد لله. هذا ماشي انا، مجرد تقمص، مجرد غوستو مورال صوالح. هذه هي. اكيد راح نوصل للعالميه ونحقق بزاف دراهم، وكان نكمل في المجال كيما راني، خاصه مع المشاهدات العاليه اللي راني نحققهم. ولكن السؤال المطروح، ومن بعد الحياه قصيره جدا، وفي الاخره راح اسال شبابي فيما افنيته. على الاقل ما نديهاش غير ترفيه واشياء دنيويه فقط. على هذه قررت الشيء هذا، وقررت نزيد لكم محتوى ديني. راح تكون كاين ترفيه وكاين محتوى ديني، باش ما يكونش غير ترفيه، وباش شبابي ما يكونش مفني غير في الترفيه والفكاهه. مادام وصلنا لنهايه الفيديو، كاينه حاجه مهمه بزاف لازم تعرفوها ولازم تركزوا عليها هي بالذات بزاف. ما تحكموش عليا من لي فيديو الدينيه اللي راح نولي نديرهم، لاني راني نبحث ونجيب لكم معلومات ونقدمهم لكم بطريقتي الخاصه. ما وليت امام، ما وليت عالم. انا كذلك اذنب واخطئ وطامع في مغفره الله عز وجل. الهدف تاعي انه نخلي حسنه جاريه تخدم عليا بعد ما نفارق الحياه، وكذلك باش في الاخره نلقى جواب على شبابي فيما افنيته، وثان باش ممكن ننفع بعض الشباب والله، ونكون مؤثر بحاجه صواب وترضي ربي سبحانه. مرحبا بالمتابعين الجدد، تابعتوني من اجل التسليه والضحك والترفيه. غادي نكملوا فيها وماناش محبسين ان شاء الله، ولكن بالالتزام اللي حكيت لكم عليه. ربي
وربي يشافكم الخير ان شاء الله. انت تابعتني باش تضحك، راح تضحك وممتو تصادم بمحتوى جديد. بالك كاين الوحيد في الجيري، المحتوى هذا راح يكون طريقة المحتوى الوحيدة في الجيري، راح تنفعكم، تضحك وتدي معلومات وتستنفع. معلومات عن دين الإسلام، دين الحق. حاجة هايلة. بارك الله فيكم وسمحوا لي الإطالة، وإن شاء الله فيها خير. ربي يثبتنا ويوعينا إن شاء الله. ما تنسونيش بالدعاء بالشفاء والحفظ والتوفيق فيما يحبه الله ويرضاه، إن شاء الله نقدروا له. السلام عليكم.